ازيكم شباب، واهلا بكم باول فيديو على قناة نزورو. ان شاء الله يا شباب احنا هنعمل النهارده فيديو عن اللعبة الاسطورية يا شباب، كينج ليجاسي. طبعا كينج ليجاسي معروفة في روبلوكس. ان شاء الله هننزل فيديوهات عن ماينكرافت وروبلوكس بشكل عام والعاب تانية، بس ان شاء الله لو لقينا تفاعل هنعمل حاجات اسطورية. فما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا بينا نخش على الفيديو. وطبعا شباب معانا الاسطوره لاو اللي هيساعدنا في اللعبه وكده، وهيورينا يعني الكويستات والكلام ده. فان شاء الله دلوقتي احنا هنروح، وقال لي هيفتح لي فواكه عشان نشوف فاكهه يعني نكمل بقى اللعبه. ان شاء الله يطلع فاكهه كويسه. يلا لاو افتح. طيب بعد ما فتح شوف فتح فواكه دارك، فواكه كتير بشكل عام. طيب هي الدارك غالبا هي اقوى واحده في اللي اترموا دول، فانا احتمال اكلها. انا هاكلها بشكل عام عشان هي احسن فاكهه يعني في اللي اترموا دي. وانا اصلا يعني مجرب اللعبه قبل كده عشان يعني معرفه اوليه عن اللعبه. فلا لو ودنا كويست. تمام. ايه ده؟ مش الكويست ده؟ لا، خلينا نكمل الكويست اهو. الكويست طبعا ده في كل الكويستات بتوع الجزيره دي. فاول كويست دمجهم. يلا ابلع. طبعا بعد ما يعني احنا نختصر عليكم طبعا التلفيل وكده، هنجيب لكم بعد ما نخلص المهمة. طبعا هنا بقيت ليفل 112. تمام. وطبعا أول مهمات سهلة، فيعني ثواني بس احط. تمام. طبعا أول مهمات يعني مفيهاش يعني مش صعبة، يعني لازم أي لعبة بتبدأها بتكون سهلة شوية. طبعا يا شباب هناخد الكويست تاني. كويست هناخد طبعا هنموت 5 بوتات، يعني مش الموضوع مش صعب. وطبعا احنا معانا لو بيساعدنا الموضوع هيبقى سهل. تمام. بجمعهم بس في مكان واحد واحاول اضربهم، يعني اخلص المهم بسرعة. طبعا احنا بنختصر لكم الكويست يعني عشان الموضوع ما يبقاش ممل. طبعا الضربة دي مش هتوصلنا عشان يعني انا ما جربتش الفاكهة قبل كده. طبعا اهم حاجة ان احط الستاتس. اهم حاجة يعني في اللعبة من اهم الحاجات في الستاتس وكده، حط حاليا على الفروت والهيلث، دول اهم حاجة حاليا. نحط حاجة بسيطة على الميلي ملهاش لازمة دلوقتي، بس يعني الفروت اهم حاجة حاليا. شفتوا طبعا الفرق. طبعا لو قام بالواجب وعمال يساعدنا. تمام يا شباب. طبعا هما بوتات سهلة، يعني الموضوع مش صعب. تمام. ناخد الكويست. تمام كده اخدت الكويست، بقيت ليفل 23. يعني الموضوع مش صعب اوي. طبعا اللعبة صعبة اوي بعدين، يعني في حاجات فيها صعبة جدا. طبعا يعني بيلعبوا اللعبة وعارفينها، عارفين مدى صعوبتها لما تخش العالم التاني وكده. تمام يا شباب. الصندوق ده تمام. لا مش فاهم كده اتاخدش، بس غالبا الصندوق ده بيطلع حاجات، بس انا مش عارف هي ايه. عموما نروح نكمل تلفيل، ناخد الكوست اللي هي بتاع سموكي. تمام. يلا. مش عارف بقى ده، بص فأكيد هيكون قوي. لا قوي يعني مش قوي، هو قوي أكيد، بس عشان لو كده بيساعدنا أنا حط الستاتس على الفروت وكده، فالموضوع بسيط شوية. تمام. الموضوع يعني نحط ستاتس وكده. موضوع كويس الحمد لله في أولها كده. طبعا يا شباب هنعمل لكم حاجات أسطورية عن اللعبة وكده، وهنعمل لكم شروحات وكل حاجة. ان شاء الله هنعمل استعراض للدارك في اخر الفيديو. فدلوقتي خلينا نشوف. خد الكويست. لا الكويست الاخيرة بتاعت اللي هي البوس الاخير، خلينا نروح. تمام. تمام. طبعا يا شباب يعني البوسات دي قوية جدا، بس مش قوية جدا يعني، بس في البداية كبداية هم اقوياء. يعني لو حد بيلعب لوحده هيكون اقوياء وكده، لكن طبعا عشان لو بيساعدني فالموضوع سهل. تمام. هنا ليفل 47. كويس، وصلنا المستوى كويس، يعتبر ليفل 50 في وقت قليل. تمام يا شباب. يلا موت. ابلع 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 ابلع.
تمت العملية بنجاح. نظبط الستاتس. 107 الفلوس، 127. تمام، يلا بينا يا شباب. يلا ما شاء الله. جايب مركب كبير أوي. لما جيت ألعبها كنت جايب مركب صغير كده أصلا. مش هي دي الجزيرة اللي أنا أروحها، باين جزيرة تانية بس مش عارف هي دي الموجودة في الخريطة يعني. يلا بينا. شوفوا يا شباب، زوروا واد. طبعا راصدين معاه ريس، اللي هو ريس القرش، بس معرفش يعني جالي كده من سبون. تمام كده، لو مت يعني هاجي في نفس الجزيرة. ناخد أول كويست. تمام يا شباب، موت. يلا يلا يلا. طبعا يعني أحسن حاجة برضو اللي هي الفاكهة اللي هي بتبقى نطاق بعيد، اللي هي مثلا لو في 4 فضربة واحدة بتجيب ال4. تمام. يلا يلا يلا. تمام يا شباب، ظبط الستاتس تاني. تمام، ودول يعني قويين جدا بقى. لو بالوجه. بس تمت العملية. طبعا يعني في ايتمات بتيجي هبقى اوريها لكم بعدين في اخر الفيديو. انا مش عارف ايه فايدتها حاليا، بس هنشوف يعني مع الوقت هنعرف كده. يلا يلا بلا تمت العملية. ناخد الكوست تاني. الكوست اللي بعدها هتشوف كام؟ 75. خلينا بقى نلفل لحد 75 ونشوف الكوست اللي بعدها. مش هناخد وقت يعني، الموضوع يعني مش صعب، مش هناخد وقت طويل. الله، ناخد الكوست كنتش اخدتها. تمام، لو يجمعهم وانا خلص. يلا يلا. تم العملية. بس اخر كوست باين فيها دي، نموتهم بسرعة. تمام تمام تمام. جمع اضرب بس. هما كده خلاص يعني، انا كده لا لسه في كوست تاني. تمام تمام. بلا. يلا يلا يلا. روح. تمام كده. نخش على الكوست اللي بعدها. احنا بقى 76. ظبط الستاتس بس عشان ايه الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا. طبعا البوس اللي هو فوق ده انا عانيت معاه يعني. انا كنت بلعب قبل كده عانيت معاه، اللي هو باجي كان صعب. فضلت احاول اموته كتير وكده، بس كان معاه باين فكة بين ومكنتش فاهم اللعبة واحط الستاتس غلط وكده. تعالى دلوقتي ايه خليه يبلع بسرعة. تم 81. بقيت ليفل 81. يلا اللي بعد. تعال. احسن حاجة برضه يا شباب في اللعبة دي البوسات تترسبن بسرعة، فتقدر تلفل اسرع. بص الموضوع خلص، انا بدمج وهو بيخلص. يلا يا رب. تم. بقينا 91. استنى نكمل 100 ونروح على الجزيرة اللي بعدها اللي جت في أول مرة لما فتحت الخريطة. أبقى أوريها لكم تاني دلوقتي. نظبط الستاتس. يلا دمج. ابلع. 99 ليفل 99 خلاص يعني ليفل، ونروح على الجزيرة اللي بعدها. يلا لا تمام. كنتش اخدت الكويست فاخدتها تاني. يلا لو على الجزيرة اللي بعدها. يلا تمام بسرعة بينا بقى على الجزيرة اللي بعدها على طول. يلا ان شاء الله تكون سهلة برضو عن الجزيرة اللي بعدها.
هي الجزيرة دي اللي هي ليفل 100. اي تمام، وصلنا الجزيرة. يلا يلا تمام، عامل سبون. والله لو بيفكرني يلا خد أول مهمة. تمام، الكويست متقطعش، أنا بخش أخلص على طول. الله، بس تمام. طبعا بيجيلي ايتمات كتير من البوسات والبوتات اللي انا موتها. طبعا عشان هنستخدمها في ايه دلوقتي. طبعا معانا احنا واحد بيساعدنا، معرفش والله هو بيساعدنا يعني معرفوش اصلا، بس هو كويس انه بيساعدنا يعني معاه فاكهة كنترول باين. شباب ان شاء الله هعمل لكم شروحات كتير الايام الجاية. يلا لعب 2 تخلص مهمة. يلا شباب الكويست تاني. هو غالبا بيلفل معانا، هو غالبا بيلفل، بس هو في نفس المستوى حاجة زي كده. يلا بينا، يلا جمع خلص. الحمد لله على كده. يلا وصلنا ليفل 122، كويس يعني، مستوى كويس حاليا. ناخد المهمة اللي بعدها اللي هي بص، مهمة بص. فنشوف البص دوت هنخلص عليه بسرعة. بس تمت العملية. 127، كويس ليفل. طبعا شباب دي آخر جزيرة الفيديو. طبعا في آخر الفيديو هستعرض لكم فاكهة الدارك والحاجات اللي جات لنا، السيوف وكده اللي جات لنا والبوسات. استنى نهاية الفيديو. موتني وانا بظبط الستاتس. ماشي، نروح ننتقم دلوقتي. تعالى بقى، يلا اذا في الله يلا ساعدني ده. بس ضربة واحدة موت. انا 131 نموت اخر مرة ونروح البوس اللي بعده. تمام موت. يلا لعب بس اخر مهمة، اخر كويست عشان نروح على البوس اللي بعده. الكويست اللي بعده 140 تقريبا. تمام يلا ابلع كده هنروح الكويست اللي بعده. ايه، نروح الكويست اللي بعده ولا ايه؟ نموت اخر مرة. نروح بقى الكويست اللي بعده، اخر بوس في الجزيرة. طبعا لازم نظبط الستاتس عشان نعرف ايه نخلص عليه بسهولة. تمام، الستاتس كده كويسة جدا بالنسبة لي في أولها يعني. تمام، الموضوع هيبقى سهل غالبا. بس هو لو طبعا أنا هموت لوحدي في الآخر عشان أعمل لكم الاستعراض. تمام يلا. طبعا المرة دي هموته، بعد كده هعمل لكم الاستعراض. بس هنا إن شاء الله نعمل الاستعراض لفاكهة الدارك. طبعا دي أول حرف زد. تمام، ودي الإكس، ودي الحرف التالت سي. الفي طبعا أقوى واحدة فيهم، تبقى كورة كده وتنزل تخلص الدنيا. جيب من الآخر. يلا بينا. طبعا دلوقتي هنشوف الحاجات اللي جات لنا تانية. ده الستاتس 116 على هيلث، وعلى الفورورد 332. دي الحاجات اللي جات لنا، ودي السيوف اللي جات لنا. السيف اللي هو جيت سموك والبوس التاني. طبعا يا شباب شكرا للمشاهدة، استنوني في الفيديوهات الجاية. يلا سلام.